عادي وجلب اهتمام كل المشجعين، حتى الحكم كان يبتسم. لقد كان مرد ذلك التشابك أننا كنا نلعب في مباراة ديربي بعقلية أخوين يسكنان تحت سقف واحد. إن دييغو البالغ من العمر 30 عاما والأكبر من جابرييل ب15 شهرا بدأ موسمه مع فريق الإنتر بطريقة أثارت الإعجاب. لطالما حلم أخي دييغو بالانتماء إلى فريق كرة قدم ذائع الصيت، شأنه في ذلك شأن أي لاعب طموح. أرى أن مساعي أخي تكللت بالنجاح، لأن انتمائه إلى فريق كبير كالإنتر يعد إنجازا رائعا. لقد عانى جابرييل من أثار إصابته في الركبة، وهذا ما جعله يبتعد عن ملاعب كرة القدم لفترة زمنية طويلة. لابد أن نلعب بنفس الطريقة والمستوى الذي بدأنا به موسم 2009-2010. سنحافظ على حظوظنا الغنية للفوز إذا استطعنا اللعب بنفس المستوى. فريق الأنتر فريق جيد، سنرى إن كان فريق أنتر سيسمح لنا بأن نلعب بمستوانا المعهود. إن مهاجم فريق الإنتر دييغو لن يسمح لفريق البارسا الساعي للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا بالاستحواذ على وسط الميدان. تكمن قوة فريق الإنتر في القدرة على تغيير طريقة اللعب أثناء المباراة. أظن أن هذا هو أحد مكامن قوتنا. أثناء مقابلات دوري أبطال أوروبا لعبنا بطريقة جيدة في بعض المباريات وأمكننا الفوز، ولكن من الواضح أن انتصارنا على فريق تشيلسي وإقصائه من دوري أبطال أوروبا يشكل المنعرج الرئيسي في ارتفاع ثقتنا بنفسنا وإيماننا المتزايد أننا فريق لا يستهان به. فريق الإنتر لم يخسر هذا الموسم أي مباراة على أرضه. فريق البارسا هو الآخر لم يخسر أي مباراة في الأدوار المؤهلة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. لا يشك اثنان أن ميسي اللاعب الأحسن حاليا وأنه محل اهتمام الجميع. لديه طريقة لعب تخرج عن المعهود. لقد حالفني الحظ ولعبت إلى جانبه في فريق الأرجنتين الوطني. لا بد أن نتوخى الحذر ونقرأ حسابا ليس لميسي فقط وإنما لكل لاعبي البارسا. كلنا يعرف أن سامويل إيتو يتحرك على أرض الملعب بسرعة البرق. لقد سجل عدة أهداف. سنكون حذرين من توغلاته السريعة على مدى 90 دقيقة. كل فريق له طريقة لعب مختلفة، إما تجلب له الفوز أو الخسارة. على الفرق أن تحافظ وتجيد طريقة اللعب المتعودة عليها، كما يجب عليهم استخدام كل الأسلحة لتحقيق الفوز المطلوب. أرى أن الإنتر والبارسا على المسار الصحيح، بما أننا كللنا إجادة لعبنا بالوصول إلى دور النصف النهائي. ستكون المباراة مثيرة جدا جدا. نحن فخورون بالوصول إلى دور النصف النهائي، لا شيء مستحيل في كرة القدم. تبعد مدينة برشلونة 1000 كيلومتر عن ملعب سان سيرو في ميلانو. إن إغلاق المطارات بسبب الدخان المتصاعد من بركان أيسلند حتم على البارسا السفر عن طريق البر. من حسن حظنا أن المباريات ستقام في موعدها. لقد كانت رحلتنا أوديسية الطابع، مغامرة جيدة لأن الحافلة كانت مريحة ولأننا استرحنا في مدينة كان الفرنسية. لنقول أن الوضعية التي وجدنا أنفسنا فيها ليست بالمثالية، فأن تقطع مسافة 1000 كيلومتر في 14 ساعة بعد 3 أيام من لعب آخر مباراة في الدوري الإسباني، وأن يتصادف ذلك مع مباراة مصيرية كمباراتنا مع الإنتر هو شيء لا يتمناه أحد. أعرف أن الناس يرشحون برشلونة للفوز بالمباراة، وهذا لا يجعلني أحس بالإهانة. أتقبل هذا النوع من التحليل. حسب رأيي الحظوظ في المباراة متكافئة. إنه لشيء رائع أن يكون مدربا الفريقان مختلفان في فلسفتهم الكروية. في برشلونة لديهم مدرب يتعامل بلطف مع لاعبيه، وفي الإنتر لديهم مدرب حازم ويتعامل بشيء من الشدة. ميسي كان سر النجاح الأوحد في مقابلة الدور الربع النهائي، فهل سيستطيع أن يعيد الكرة في دور النصف النهائي أم أن مورينيو جهز نظام تصدي عالي الجودة؟
لم يفز الانتر على برشلونة في 4 منافسات. دييغو ميليتو يبدو عازما على كسر القاعدة، أما أخوه الأصغر فترك على دكة الاحتياط. لا غرابة في الأمر أن ميسي محاط بمحاصرة لصيقة من كامبياسو. تدخل